لاول مره في التاريخ كاس العالم ب 48 منتخب ماشي 32. 48 منتخب يعني ماتشات اكثر، منتخبات اكثر، واثاره اكثر. ولكن السؤال هو كيفاش غيكون النظام، واش غيكونوا شي ادوار جداد، وكيفاش ممكن حتى الفرقه اللي غتجي الثالثه تقدر تاهل. اليوم غادي نشرحوا كيفاش غيكون النظام والبرمجه ديال كاس العالم 2026. اولا غادي نبداو فين غتكون هذه النسخه. كاس العالم 2026 غادا تنظم في شمال امريكا، والاول مره في كاس العالم غادا تنظم في 3 ديال الدول واللي هما ميريكان، كندا والمكسيك، وغادا تلعب في 16 مدينه، 11 في ميريكان واللي هما اتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس انجلوس، ميامي، نيويورك، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل، وجوج المدن في كندا واللي هما تورونتو وفانكوفر، وثلاثه المدن في المكسيك واللي هما مكسيكو سيتي، غوادالاخارا ومونتيري. هاد النسخه ما غاداش تكون عاديه وغتكون هي الاكبر في التاريخ. واول تغيير غيكون في هذه النسخه هو انه غيوليو 48 منتخب في بلاصه ما كانوا غير 32. 48 منتخب غادي يتقسموا على 12 مجموعه، وفي كل مجموعه 4 المنتخبات، وكل منتخب غادي يلعب 3 الماتشات بحال النظام القديم. ولكن الجديد هو شكون اللي غادي يتاهل للدور الثاني. من كل مجموعه غادي يتاهل الاول والثاني بحال كيف ما كان شحال هذه اللي غيعطيونا 24 منتخب. ولكن القضيه ما سالاتش هنا. الجديد في هذه النسخه عاوتاني هو 8 المنتخبات اللي جاو في مراكز احسن ثالثه حتى هما غيتاهلوا. يعني المجموع غيولي 32 منتخب في الدور الثاني. وهنا غيولي عندنا واحد الدور جديد واللي هو دور ثلث عشر، واللي غيكون لاول مره في تاريخ كاس العالم، عكس النسخ السابقه اللي كنا كندوزو نيشان للثومه. يعني الطريق غدا طوال، والبطل غيخاصو يلعب 8 الماتشات في عوض ما كان كيلعب غير 7 الماتشات. ودابا غادي نعرفوا كيفاش غيتاهلوا احسن 8 المنتخبات اللي جاوا في المركز الثالث. غادي ترتبوا بهذه الطريقه: اولا اكثر عدد ديال النقاط، ثانيا افضل فريق اهداف، ثالثا اكثر عدد ديال الاهداف المسجله، رابعا نقاط اللاعب النظيف، خامسا القرعه. نشرحوهم دابا بطريقه مبسطه. اكبر عدد ديال النقاط هذيك راه شارحه راسها، يعني بحال كيف ما ديما الفريق اللي عنده اكبر عدد ديال النقاط راه هو اللي كيتاهل بطبيعه الحال. وإلا كان التعادل في عدد النقاط ديك الساعه كندوزو لافضل فريق الاهداف. اشنو هو فريق الاهداف؟ هو اللي كنسميوه الجول افيراج ولا النسبه. هذه النسبه هذه هي اللي كتكون زائد واحد العدد ولا ناقص واحد العدد، وبطبيعه الحال الفريق اللي عنده زائد اكبر عدد هو اللي كيتاهل. وإلا كان التعادل حتى في فريق الاهداف ديك الساعه كندوزو لاكبر عدد ديال الاهداف المسجله، يعني كنوليو نحسبوا غير اكثر عدد ديال البيوت اللي ماركينا، ما كنحسبوش اللي تماركاو علينا. والفريق اللي ماركي اكبر عدد ديال الاهداف هو اللي كيتاهل. وإلا كان التعادل حتى في عدد الاهداف المسجله ديك الساعه كندوزو لنقاط اللاعب النظيف. وإلا كان التعادل حتى في نقاط اللاعب النظيف ديك الساعه الغالب الله الفيفا كتهز يديها وكدير قرعه، والفريق اللي جات فيه القرعه هو اللي كيتاهل. وكيفاش كنحسبوا هاد نقاط اللاعب النظيف؟ نقاط اللاعب النظيف كتحسبوا بالبطاقات الصفراء والحمراء، واللي عنده اقل عدد ديال البطاقات هو اللي كيكون مؤهل. كيفاش؟ البطاقه الصفراء كتساوي ناقص نقطه، جوج صفرات واللي كيعادلوا بطاقه حمراء كيساوي ناقص 3 نقاط، بطاقه حمراء مباشره كتساوي ناقص 4 نقاط، صفراء ومن بعدها حمراء مباشره في نفس الماتش كتساوي ناقص 5 نقاط. مثلا فريق A وفريق B عندهم نفس النقاط ونفس فريق الاهداف ونفس الاهداف المسجله، والفريق A خدا 5 البطاقات الصفراء والفريق B خدا غير 2 بطاقات صفراء ولكن خدا حمراء مباشره. وديك الساعه الفريق A هو اللي تكون عنده اقل خصم ديال النقاط وهو اللي كيتاهل. يعني الاخلاق واللاعب النظيف ولات كتقدر تاهلك. يعني هذا النظام ديال النسخه الجايه من كاس العالم غادي يكون حماسي. علاش؟ حيت فيه منتخبات اكثر، يعني مفاجات اكثر، فرص اكبر لمنتخبات افريقيا واسيا، وحتى المنتخبات الصغيره ولا تقدر تحلم بالتاهل للادوار المواليه. دابا بغيت نعرف رايكم في التعليقات، واش نتوما مع النظام الجديد ديال 48 منتخب ولا كتفضلوا النظام القديم اللي كان فيه غير 32 منتخب؟ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.